ويا أهلا وسهلا. من دون أي مقدمات، أنا بأعتبر أن هذا المقطع أول مقطع في قناتي. فمن دون أي مقدمات أعترف يا بنات أن فعلا أنا حياتي شبه متعطلة. يعني عندي أحلام كثيرة وعندي أمنيات وأكتب، يعني عندي دفتر، لو تشوفون هذا الدفتر أكتب يعني لسنوات طويلة أكتب أحلامي وأهدافي وأمنياتي وأحاول. في النهاية ما أوصل إلا لشيء جدا بسيط، شيء حتى ما هو بسيط، شيء أنا أرى من وجهة نظري إنه شيء لا يذكر. واحدة من الأمنيات هذه إني ألقى وظيفة مناسبة، يعني تناسب طموحي وأهدافي. فأرسلت لي واحدة قبل كم يوم من البنات تقول لي: منيرة، ادخلي صفحة ال الرخصة المهنية واضغطي إصدار، أنتي اختبرتي ونجحتي. قلت ما أبغى. يعني سألت نفسي تروحي انت، يعني تخيلوا كم لي يمكن 3-4 أيام وما قدرت أفتح الصفحة عشان أصدر الرخصة. خلاص، رغبتي أنا في هذا الشيء انتهت رغبتي. فأرى أن أشياء خاص ما عاد صارت تناسب طموحي. من كثر يعني ما أكتب أهداف وأحلام وما وصلت لشيء، أحس فعلا أن حياتي متعطلة. فقبل كم يوم كنت أقلب في اليوتيوب، ظهر لي مقطع. طبعا هذا جزء من أمطار أمس. المهم، فظهر لي مقطع أنه ممكن يكون سبب التعطيل في حياتنا أشياء قديمة إحنا محتفظين فيها، زي أوراق، دفاتر، كتب. عندي شنطة أو شنطتين مليانة أشياء قديمة، صور برضو، أشياء خلاص ما عاد لها داعي، شرب عليها الزمن وأكل زي ما يقولون. فالمفروض أني أتخلص منها اليوم. فقلت إن شاء الله المقطع هذا بيكون بس إني أقول لكم وش الأشياء اللي ضروري نتخلص منها. المقطع الثاني بإذن الله أوثق لكم بالضبط كيف بأطلع الأشياء هذه وكيف بتخلص منها. جزم قديمة، شنط قديمة، ملابس، أقراض إحنا ما إحنا محتاجينه. أي شيء تقول في المقطع، أي شيء لو 2 3 4 أنت متأكدة وعارفة أنش ما استخدمتيه، ومفروض أنه خلاص تتصرفين فيه، إما أنه تتبرعين فيه أو ينرمي إذا ما عاد يصلح. أشياء أنا أفكر والله العظيم عندي شنطتين مليانة أوراق، دفاتر، كتب، أشياء خاص، ذكريات. ليه نحمل أشياء يعني؟ فبإذن الله قلت اليوم أتخلص منها، كل شيء بأتخلص منه بإذن الله. وطبعا زي ما انتم شايفين، بمجرد ما قررت بدأ المطر يهطل. وأخرت هذه القرار، قلت إلى بكرة إن شاء الله. اليوم بستمتع بهذه الأجواء الجميلة، أجواء يعني اللهم لك الحمد. خاصة عندنا في الديرة إذا نزلت الأمطار، صح إنه جو حار، بس مع المطر ما شاء الله تبارك الله الأرض بسرعة تخضر. شوفوا كيف جمال الجو، يا رب لك الحمد. صح شوية شمس بس جو ما شاء الله تبارك الله. فأترككم مع جمال الجو، نبغى نستمتع مع بعض. وبكرة بإذن الله إيش؟ مقطع خروج الأشياء اللي ما لها داعي. بكرة بإذن الله بيكون هذا المقطع. اليوم بس بنستمتع بجمال الجو، وأترككم مع جمال المقطع.
وفي نهاية المقطع حاولت إني أكون معكم جدا حقيقية، إن شاء الله إني وفقت في إني أوصل الفكرة بشكل واضح واستفدت من المقطع. نلتقي في مقطع ثاني وفي أمان الله.